طواجن العيد وصلت بطريقة مامتي اللي اتربيت عليها. هنعمل أحلى طاجن بامية باللحمة وهيشرفك على سفرة العيد. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بتسوية اللحمة. في الحلة على النار حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة كبيرة، وأول ما تسيح وتسخن هبدأ أحط اللحمة تتشوح. استخدمت قطعية السن فيها شوية دهون هتدي للطاجن بتاعنا طعم حلو. هسيبها تتشوح من على الجنبين، وبعد كده هنزل عليها بصلاية متوسطة، طبعا ده حسب كمية الطاجن اللي هنعمله. وهرش عليها بس رشة فلفل اسود، وهقلب البصل مع اللحمة. عايزة اقول لكم الروايح تجنن. وبعد ما اديتها تقليبة هبدأ اضيف عليها المية السخنة. هضيف عليها تغطيها مية سخنة واسيبها تستوي، وطبعا لما تحتاج مية تانية هضيف. انا عايزة اللحمة بتاعتنا تبقى 3/4 سوا. وبعد كده هضيف عليها عصير الطماطم، وهضيف معلقة كبيرة من الثوم، وبعد كده هنضيف البامية، وكمان هضيف التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة. وهقلب كل ده مع بعضه كويس. هقلبها كويس مع بعضها وهسيبها لحد ما تبدأ تغلي. اول ما تبدأ تغلي هضيف عليها عصير ليمونة كاملة، وطبعا هنكون مسخنين الطاجن قبلها عشان يسهل التسوية. ضفتها في الطاجن وهضيف عليها فلفل حار ده اختياري، وهدخلها الفرن تكمل سوا واقدمها مع رز بشعرية. جربوها ومتأكدة هتعجبكم.